بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله هذا الفيديو تلقاكم في أحسن الأحوال. اليوم راح نشارك معاكم كيكة صحية مليحة بزاف للنمو والعظام ولصحة الأسنان، كيكة الدروع بأسهل طريقة. بقاو معايا للأخير باش تعرفوا على المقادير وعلى كيفية تحضير هذه الكيكة. نبداو أولا بالمقادير. نحتاج لربع حبات بيض بدرجة حرارة المطبخ، نص كاس سكر، والسكر حسب الرغبة تقدروا تستعملوا حتى الكاس سكر، نص كاس زيت، زوج كيسان درع، كاس فرينة، كيس خميرة الحلويات. هنا كإضافة مكسرات مرحيين، فول سوداني وبذور اليقطين وشوية بيستاش ومغرفة لافاني، كاس حليب. بالنسبة لوزن الكاس اللي استعملته هنا هو الكاس تاع 220 مليلتر. نروحوا لكيفية التحضير. في غيسيبيون نحطوا ربع حبات بيض. البيض ما لازمش يكون بارد، لازم يكون بدرجة حرارة المطبخ باش تنجح معاكم الكيكة تاعكم. نحطوا الكمية تاع السكر. انا هنا حطيت نص كاس، كما قلت لكم تقدروا تزيدوا، اللي تحب الحلاوة تقدروا تحطوا حتى الكاس غير ربع ولا الكأس مملوء. نزيدوا الكمية تاع لافاني ونخلطوا هذا المقادير بالخلاط الكهربائي حتى يذوب هذا السكر والبيض يتغير اللون تاعو. في هذه المرحلة تقدروا تستعملوا الفويي، مي يستحسن الخلاط الكهربائي باش تحصلوا على نتيجة مليحة. نزيدوا الكمية تاع الزيت اللي هي نص كاس. دايما كيلو المقادير بنفس الكأس. نزيدوا الكمية تاع الزيت ونبقاو نخلطوا بالخلاط اليدوي باش هذه المكونات تندمج مليح. بعدها راح نزيدوا الكاس تاع الحليب. في هذه المرحلة نستعملوا الخلاط اليدوي. دوكا راح نزيدوا النواشف، زوج كيسان تاع الدرع، نصفيوهم في الصفاية باش ما تتشكلش معنا الحبيبات. هذا الدروع صحي جدا، غني بكمية كبيرة من الكالسيوم اللي مليحة بزاف للعظام، لنمو العظام ولصحة الأسنان. كنت شاركت معكم كيكة تاع الدروع مع جارتي تونسية، الفيديو في القناة، راح نحط لكم الرابط في أول تعليق. هنا حطيت زوج كيسان تاع الدروع، راح نحط كاس تاع فرينة وكيس خميرة كيميائية. نغربلو هذه الفرينة مع الخميرة في الصفاية. ان شاء الله هذا الفيديو تعجبكم. اذا عجبتكم ما تنساوش جام، ولي اول مره تشوف قناتي نقولها ما تنسيش الاشتراك في القناه. هنا بعد ما غربلت الدروع والفارينه نحاولوا ندخلوا هذه المكونات مع بعض بالفويي. كاضافه اخيره كنت زدت الكميه تاع المكسرات اللي بقاو لي. كما قلت لكم مرحله اختياريه تقدروا تستغنوا عليها. كيكه سهله التحضير، مقاديرها بسيطه والنتيجة راح تكون هايلة. راح تحصلوا على كيكة بنينة بزاف وصحية. جبت هذا المول شكل مستطيل، غلفته بورق الطهي ودهنت هذا الورق بالزيت، رشيته بكمية تاع جلجلان. مرحلة اختيارية أيضا، تحبوا ديروها تحبوا ما ديروهاش. في هذه الأثناء نكونوا شعلنا الفرن نخليوه يسخن. بعد ما نفرغوا هذا الكيك في هذا المول ندخلوه للفرن ونخليوه يطيب على أقل من مهله على الجويه في زوج. بالنسبة للشكل تاع المول تقدروا تستعملوا أي مول يكون متوفر عندكم، شكل دائري ولا مربع، كما تقدروا تديروه في سنيوة تكون شوية كبيرة وفي الأخير تقطعوه على شكل مربعات. بعد ما غلفت المول تاعي بورق الطهي ودهنته بالزيت ورشيته بالجلجلان، فرغت هذا الخليط في المول. زدت حطيت شوية مكسرات على الوجه تاع هذا الكيك كلمسة أخيرة. حطيت النوا دا كاجو والجوز والجلجلان. تقدروا تحطوا أي مكسرات يكونوا متوفرين، كما تقدروا تحطوا الجلجلان وحده. كما نعرفوا أنه الجلجلان أيضا غني بالكالسيوم. نحطوا هذا الكيك في الفرن نخليوه يطيب جيدا
بعدها نشوفوا الشكل النهائي. هنا بعد ما طابت هذه الكيكة خرجتها من الفرن. شوفوا شكلها ما شاء الله يشهي وريحتها هايلة. نحيوها من المول نخليوها تبرد. كلمسة أخيرة زدت لها كمية من العسل، قسمتها بعد ما بردت وقدمتها مع الحليب. كانت كيكة بنينة بزاف، ننصحكم تجربوها. أنا دخلت هذا العود باش نعرف اسكو طابت ولا ما طابتش. هذا العود راه ناشف، يعني هذه الكيكة طابت مليح. هذا هو الشكل النهائي تاع الكيكة تاع نهار اليوم، كيكة الدروع الصحية. ان شاء الله تعجبكم. اذا عجبتكم تنساوش الجيم. وصلنا لنهاية الفيديو، ان شاء الله الفيديو الجاي تلقاكم في احسن الاحوال. في امان الله.